من زمان قوي كان في ناس عايشين في بلاد بعيدة ونسيوا ربنا وعبدوا تماثيل. ربنا اختار رجل طيب اسمه نوح وقال له: بلغ الناس إني أنا ربهم الحقيقي. نوح قال لهم: يا ناس اسمعوني، مفيش غير رب واحد هو اللي خلقنا. بس الناس ضحكوا عليه وقالوا: انت غريب. نوح ما تعبش، كان بيناديهم الصبح وبالليل: ارجعوا لربنا، لكن محدش كان بيسمع. الناس قالت: احنا مش هنصدقك، خليك في حالك، وقفلوا ودانهم علشان ما يسمعوش كلامه. نوح قال: يا رب دعوتهم كتير بس هم مش بيسمعوا. وربنا قال له: اصبر وهقول لك تعمل ايه. ربنا قال له: ابني سفينة كبيرة. نوح بدأ يشتغل حتى الناس ضحكت عليه، سفينة في الصحراء. أولاد نوح كانوا واقفين معاه بيساعدوه في البنى، وكانوا فرحانين إنهم بيطيعوا ربنا. الناس كانت تقول: ده مجنون بيبني مركب بعيد عن البحر. لكن نوح ما ردش وكمل شغله. ربنا قال له: هات من كل نوع من الحيوانات 2. نوح نادى الحيوانات وكلها جت تدخل السفينة. السماء بدأت تمطر والمية بتزيد. الناس خافت بس كان فات الأوان. نوح قال: يلا يا ولادي ادخلوا السفينة. هو وعيلته دخلوا وربنا قفل الباب. المية عليت والبيوت غرقت والسفينة بقت بتطفو على المية، بس نوح وعيلته كانوا بأمان. المطر فضل ينزل أيام طويلة، السفينة بتتحرك في بحر كبير من المية. بعد وقت المطر وقف والشمس طلعت، المية بدأت تنزل والسفينة وقفت على جبل. نوح وعيلته خرجوا وسجدوا شكرا لربنا. ربنا وعدهم مش هيكون في طوفان تاني أبدا.